مرة سألت واحد صاحبي سؤال بسيط جدا، لو تعبت لا قدر الله تحب تتعالج فين؟ قال لي في البيت. قلت له ايه؟ قال لي في البيت ارحم من المستشفيات اللي عندنا. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني اعيش على امل يموت بكرامتي، بس مش هروح مستشفى حكومي. ومن هنا جت فكرة الفيديو ده. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وندخل في موضوع النهارده، لان الموضوع ما بقاش هزار. اللي يمرض في مصر مش بس بيعاني من المرض، بيعاني من السيستم ومن الزحمه اللي بيشوفه والاهمال، ومن انك لازم تدفع علشان تتعالج حتى لو انت ظروفك الماديه مش احسن حاجه. طب ايه الفرق ما بين المستشفيات الحكومه والخاصه؟ ونفهم ليه ان المواطن بيتمنى ان يخف لوحده بدل ما يروح المستشفى. وفي الاخر هنقارن ما بين مصر وسويسرا. الرعايه الصحيه في مصر ما بداتش امبارح. الفراعنه كان عندهم اطباء متخصصين، دكتور للعيون ودكتور للسنان ودكتور للبطن، وكان التخصصات دي في حاجه اسمها بيت الحياه اللي هي زي المستشفى دلوقتي. الدكاتره كانوا بيتدربوا في معابد وكان فيها سجلات طبيه محفوظه على البرديات، واشهرهم الطبيب امحطب اللي عمل اول مستشفى وعمل اول وصفات عشبيه متقدمه. يعني معنى الكلام ده من الاف السنين كان عندنا نظام صحي وعلاج وتنظيم، وكان ساعتها المريض بيتعالج مش بيتذل. دلوقتي مستشفيات الحكومه لما تخش الطوارئ بتلاقي زحمه ملهاش اول من اخر، مفيش ولا سرير ولا دكتور فاضي. التمريض مش احسن حاجه. يعني احنا لو رحنا ورجعنا الكاميرات بتاعت مستشفيات الحكومه هتلاقي عدم نظام. وتعالى اقول لك ازاي. ان اي دكتور بعد ما بيتخرج ما بيلاقيش ولا مقابل مادي ولا معنوي ولا اي حاجه، فبيضطر يسافر ويهاجر بره، وده اللي بيسبب قله عدد الدكاتره. رقم 2 ضعف المرتبات. يعني طبيب الامتياز لما يتخرج ويشتغل بياخد 4000 جنيه. رقم 3 البنية التحتية متهالكة جدا، يعني عنابر قديمة وتجهيزات ناقصة، وحتى كمان ممكن تلاقي التكييفات مش شغالة، ده لو كانت موجودة. 4 الدواء مش موجود، يعني لازم تشتري من أي صيدلية خارجية وما بتكونش مدعومة. وندخل على النقطة اللي بعدها، سوء المعاملة مع المريض. لو حالته المادية ضعيفة يبقى ملوش الحق في الرعاية الكاملة. طب هي المستشفيات الخاصة رفاهية ولا استغلال؟ المستشفيات الخاصة بتقدم نظافة ونظام وهدوء وأطباء متخصصين وغرف مجهزة بالرعاية المطلوبة، لكن المشكلة الأسعار بتبقى نار. يعني لو معكش فلوس حتى لو عندك جلطة مش هيدخلوك من باب المستشفى. طب هو ايه الفرق ما بين مصر وسويسرا في الرعاية الصحية؟ النظام الصحي السويسري كل مواطن لازم يكون عنده تأمين صحي، والتأمين بيغطي من 80 ل 90% من الكشف والعلاج، وفي رقابة حقيقية على الأسعار. والمستشفيات الحكومة اللي عندهم فيها نفس الكفاءة والأجهزة اللي في المستشفيات الخاصة عندهم، والطوارئ اللي عندهم 24 ساعة بكفاءة. يعني المريض بيتعامل كإنسان مش كمحفظة. دي مش مقارنة ما بين بلد فقيرة وبلد غنية، دي مقارنة ما بين بلد شايفة ان الرعاية الصحية حق لكل مواطن. عايزك تسمع الاحصائيات دي معايا. اول حاجة، عدد الاطباء لكل 1000 مواطن في مصر 0.8 دكتور، وفي سويسرا 4.3 دكتور. يعني ببساطة في مصر كل 1000 مواطن ليه أقل من دكتور واحد. يعني مثلا لو تخيلت فصل فيه 1000 طالب وفي مدرس واحد، ده كده هيعلمهم ازاي؟ ده بالظبط اللي بيحصل مع الدكاترة. تاني حاجة المرتبات في مصر الدكتور بياخد في حدود 4000 جنيه، في سويسرا حوالي 12000 دولار. عايزك تتخيل الفرق. يعني دكتور مصري بعد 7 سنين جامعة بياخد 4000 جنيه، ما يكفوش أصلا أي حاجة. تالت حاجة التأمين الصحي في مصر ضعيف ومحدود جدا، في سويسرا إجباري وشامل. رابع حاجة مستشفيات الحكومة في مصر احنا عارفينها واتكلمنا فيها. في سويسرا الاجهزه متطوره جدا ونظام محترم جدا، بتحس انك داخل رعايه نفسيه مش جسديه، لان لازم فعلا الاتنين يكونوا موجودين مع بعض، علشان كده اسمها رعايه صحيه. عايز احكي لك موقفين باختصار شديد جدا. اول موقف حصل معايا انا، رحت كشفت على ظهري في عياده خاصه والمفروض اعمل عمليه. في واحد صاحبي قال لي طب ما تعمله على نفقه الدوله، فرحت للدكتور اللي كشفت عنده وقلت له، والدكتور قال لي ساعتها هل انت عارف وواثق في الدكتور اللي عامل لك العمليه؟ انا ساعتها سكت بصراحه، وعنده حق. الموقف التاني، في حد اعرفه كان عنده مشكله كبيره جدا، والراجل ده اب وجد واولاده ودوه المستشفى، والدكتور اللي هناك قال الراجل ده محتاج عمليه ضروري ولازم الراجل ده يعمل عمليه دلوقتي، وراح قايل رقم خرافي للعمليه. وهنا حسوا باستغلال وراحوا كشفوا عند دكتور تاني في عياده خاصه وكتب له على علاج، والحمد لله بقى احسن. يعني الحمد لله الموضوع مشي من غير عمليه ولا رقم خرافي. واكيد في ناس كتير وقعت في الفخ ده. ادفع علشان خاطر ابوك او ابنك او اي حد يعز عليك.
فهتعمل ايه لو ما خدتش بالك انها اشتغالك؟ هتستلف وتتداين وتدفع، ووارد جدا ما يرجعش زي الاول لانها تجاره واغلب المنظومه فاسده الا من رحم ربك. طب ايه الحل؟ الحل مش مستحيل. يعني مثلا لو تم زياده ميزانيه وزاره الصحه من 5 ل 6% ورفع مرتبات الدكاتره والتمريض علشان ما يسافروش ولا يشغلوا دماغهم ويعرفوا يعيشوا هنا، ويكون في تامين صحي حقيقي لكل مواطن مش مجرد كارت وخلاص، ولا لازم يكون تبع شركه كبيره، ويكون في رقابه على المستشفيات الخاصه وتسعير واضح للخدمات، واعاده هيكله البنيه التحتيه لمستشفيات الحكومه، وانشاء ملف لكل مريض على سيستم واحد علشان يكون في نظام واحد، ونعمل كمان برامج توعيه صحيه في المدارس والجامعات، لان الفرق كده ما بيننا وما بين سويسرا مش في الفلوس بس، الفرق في الفكر والإدارة. يعني لما تحط حق الإنسان في الرعاية الصحية هتلاقي الدكتور مرتاح والمريض مطمن، لكن طول ما احنا واخدينها تجارة هنفضل نسمع قصص ناس بتموت على باب المستشفى، والمستشفيات هتفضل زي ما هي، وممكن كمان توصل لمرحلة أسوأ. بس نفس الكلام ده ما يحصلش. وعايز ألفت نظرك لحاجة، قبل ما تلوم اي حد شوف نفسك الاول، لان لو كل واحد بدأ بنفسه وما مشيش مع الموجة اكيد الوضع هيكون احسن. ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ولو في اي حاجة غريبة عايزين نتكلم عنها اكتبها لي في الكومنتات. اشوفكم على خير، سلام.